محكوم سابقا بالإعدام. عشت رعب الموت يوميا، والجريمة لا تبرر القتل. قال أحمد الحو، محكوم بالإعدام في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني بتهمة المس بالنظام العام سنة 1984. إنه يتفهم الأصوات المغربية التي تطالب بالإعدام، لكنه يعتبرها قاسية، لأن أي جريمة مهما كانت بشاعتها لا تبرر أن يتم قتل أي إنسان باسم القانون الوضعي الذي ينتظر منه أن يكون عادلاً. فإذا قتل شخص ما فيجب أن تحاكمه العدالة بأقصى العقوبات، ولكن ليس القتل، ليس الإعدام. وأفاد الحو في حديث لهسبريس بأن الفترة التي قضاها في السجن كانت عبارة عن موت يومي ورعب مطلق، لكون السجناء في حي الإعدام وقتها لا يعرفون متى سيتم تنفيذ العقوبة. مورداً، كلما تحركت المفاتيح أو سمعنا صوت الأقدام شعرنا بأن الموت قادم، وأن المشنقة تتريث في ركن ما. لقد شاهدت إعدام الحاج الثابت سنة 1993 بتهم تتعلق بالفساد والاغتصاب والاختطاف، وحينها تضاعف الخوف، لكوننا صرنا نعتقد أن بداية التنفيذ تتجه نحو الحسم معنا جميعا. وتابع المعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة 71 الإسلامية بأن الأوجاع تطفو إلى سطح الذاكرة كلما نادى المغاربة بتطبيق حكم الإعدام. فأقول دائما، ليس من رأى كمن سمع، وأنا رأيت وسمعت وعشت ذلك التدمير النسقي لمعنى الحياة في السجن في انتظار الإعدام، مضيفا أن أغلب المغاربة الذين يطلبون تنفيذ الإعدام ينطلقون من أحكام انفعالية وعاطفية بعد أن تهز قضية ما الرأي العام. ولكن قد يبدو بعد فوات الأوان أن الجريمة لا تستدعي حكم الإعدام.